السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بجد ما كنتش متوقعة ان الطريقة دي في المكرونة هتطلع بالجمال ده كله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنا معايا مكعبات من الفراخ، بصل متقطع، فلفل متقطع، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، ملح. معايا بقى حلة على النار نزلت فيها بمكعب من الزبدة، عليها حبة زيت. بعد كده بقى نزلت بالبصل بتاعي، هشوحه كده بقى لحد ما يدبل معايا. الطريقة دي تنفع بلحمة مفرومة وتنفع بفراخ وتنفع يعني مكعبات فراخ، تنفع بأي حاجة. اول بقى ما البصلة كده دبلت معايا، نزلت بقى بمكعبات الفراخ بتاعتي، هقلبهم بقى كده في بعض لحد ما احس ان الفراخ بتاعتي اخدت لون ودخلت في سوا. بصوا هنا كانت قربت تدخل معايا في سوا واخدت معايا لون. انا لسه هشوحها تاني. بصوا كده شبه دخلت معايا في سوا. هنزل عليها بقى بالفلفل بتاعي، هقلبهم كده في بعض كويس. نزلت هنا بقى بالتوابل بتاعتي والملح، واقلبهم في بعض بقى واسيبهم لحد يعني هغطي الحله بتاعتي واسيبهم بقى لحد ما يستوي سوا كامل. هنا الفراخ كانت استوت بقى، هطفي عليها. هنا بقى معايا طماطم. الطماطم دي انا غلياها على البوتاجاز ومقشراها وضرباها، يعني طماطم خام، يعني يعتبر صلصه. ومعايا توم ومعايا مرقه دجاج، فلفل اسود، ملح، كمون. نزلت هنا في حله على النار بمكعب من الزبده، عليها حبه زيت. بعد كده نزلت بالثوم، هشوح بقى الثوم بتاعي كده لحد ما ياخد لون معايا. وكده بقى اول ما اخد معايا لون محمر كده خفيف، هنزل عليه بقى بصلصة الطماطم اللي انا مجهزاها. بعد كده بقى هنزل بمرقة الدجاج والفلفل والملح، وكمان هحط لها معلقة سكر، وهسيبهم بقى يغلوا غلوتين كده على النار. وبعد كده هطفي عليها، يعني زي صلصة البيتزا بالظبط. بصوا هنا كانت اتسبكت معايا. هنا بقى معايا مكرونة اقلام انا سلقاها ومجهزاها. طلعتها من المية بتاعتها، صفيتها كده بالمصفى معايا، وجيت حطها على الطماطم على طول على الصلصة بتاعتي. هسيبهم بقى على النار كده مع بعض على نار هادية لمدة 3 دقايق كده، هقلبهم مع بعض وبعد كده هنزلهم. هنا بقى كنت قلبت المكرونة كلها في الصلصة. هنا بقى معايا اي صينية هدخلها الفرن. عملت طبقة من قطع الفراخ بتاعتي من تحت. بعد كده بقى نزلت بالمكرونة اللي انا عملتها. بعد كده بقى نزلت عليها برشة من الجبنة، وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. اول ما الجبنة كده تحس ان الجبنة بدأت ان هي تسيح معاكي وتاخد لون، هاجي طافية عليها. بصوا هنا بقى كان عندي شرايح فلفل وشرايح طماطم، حطيتها عليها كده. ادخلها بقى الفرن وارجع لكم. هنا بقى بعد ما خرجت من الفرن، بصوا عامله ازاي. بجد الطريقه دي تحفه، جربوها ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نغرفها مع بعض كده ونشوفها عامله ازاي. بصوا بجد تحفه، ولا معجنه ولا اي حاجه، وطعمها تحفه بقى وشارب من الفراخ كده. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.